هذا الموقف لا بغيت نلخصو لكم، غنقول لكم انه كيقول العلاقه بيننا وبين الغير هي علاقه صراع. علاش؟ لانها كتقوم على مبدا ديال الهيمنه، كل واحد كيبغي يثبت راسو ويبان. مثلا غير نعطيكم مثال، غير في سوق العمل كل واحد كيطمح يكون احسن من الثاني. هذه راه منافسه وصراع، هو اعتبرها صراع ماشي منافسه، وهي نيت المنافسه راه هي صراع، لان كل من الانا والغير كيسعى باش يحقق ذاته بشكل ممتاز. انت كتسعى مثلا باش تجيب دي بون نوت، وصديق الاخر معاك تا هو يتنافس معاك باش تا هو يجيب احسن نقطه. هنا نتوما كتصارعوا، بحال بغينا نقولوا البقاء للاقوى. هي علاقه صراع حتى الموت، كل واحد تيبغي يكون احسن من الثاني، وبالتالي حتى هاد كل واحد يكون من احسن من الثاني كتحقق ملي كيستسلم واحد فيكم. صافي، هذا هو الموقف ديالو الاول. اوغست كونت قال لك العلاقه ديال الترابط والتكامل خصنا